سطاني بزاف وخلاني كنضحك لواحد المده ديال 10 دقائق ولا 15 دقيقه وانا كنضحك. هي اخطر بردعه واخطر سلوكيه خرجها البيطري حمير باش يزيد يسرح ويبردع الشعب الجزائري. طلق عليهم واحد السلوكيه كيصحاب السلوكيه غادي تغطي الانجازات المغربيه اللي وقعت هاد 3 ايام. سلوكيه ما نعاودش لكم انتم سمعوها معايا، سمعوا معايا اخطر سلوكيه. ولعل يبان مبالغ فيه، لكن حقيقي أن الدستور الأمريكي كتب خوفا من الجزائر. وناري على كذاب، وناري على كذاب، وناري على كذاب. شنو كذوب شنو كذوب شنو نتوما سمعتوا شنو كيقول؟ والله تمتيقين والله ومبردعين وكتيقوا اي حاجه تيقولها اعلامهم، اي حاجه كتخرج على الصفحات الفيسبوكيه ديالهم، اي مواقع السوشيال ميديا ديالهم هي منفصله عن الواقع تماما. اي حاجه قالوها راه كيتيقها مسكين الشعب الجزائري المبردع، والمغرب راه كيحقق انجازات على الارض والدبلوماسيه ديالو منتصره على الارض وعلى الواقع، ماشي في المواقع بالكذوب والفبركات. نسيت واحد المعلومه مهمه، و30,000 منشور من هذيك 150,000 اللي ذكرات فيها اسم المملكه المغربيه كيهضروا على كاس الامم الافريقيه بانه غادي تلغى، والكاف كتقلب على دوله اخرى اللي تنظم، والمغرب متعثر وما قدرش يبني الملاعب ديالو. وسبحان الله العظيم وما كيعيوش وكيتاكدوا بان المغرب غادي يدير احسن تنظيم، وتيبعدوا منا واحد 20 يوم ولا شهر كينساونا شويه غادي كترجع عليهم نفس الفوبيا. المشكل ديك الفبركات اللي كيديروا وتجي الدري صغير يعرفها، واحد مصايب واحد الفيديو مونتاج واحد الاذاعه فرنسيه جايب صحفي فرنسي والصوت باين ديكاري مع الصحفي بالذكاء الاصطناعي، باين ماشي صوتوه باين صوت الذكاء الاصطناعي، وتيقولوا في ذاك الفيديو بان الكاف كيفكر يسحب الترشيح من المملكه المغربيه ويعطيه شي دوله اخرى زعما هما فهمتي. ومتيقين والله تمتيقين والله ترى انا يا خويا، وتا الناس عندهم عقول وادمغه وهما عندهم البطاطا.